وسهلا بكم أعزائي مشاهدي برنامج سينما السياسة. في برنامج النهاردة اللي احنا قلنا عليه الحلقة كلها فن في فن. احنا برنامج اسمه سينما السياسة، بنشتغل للسينما وبنشتغل للسياسة وبنشتغل للرياضة. فاحنا برنامج متنوع، بنجري ورا كل فكر جيد، بنجري ورا كل فن محترم، بنجري ورا كل سياسي إيجابي للدولة بيخدم الدولة وبيحل مشكلاتها وبيقترح حلول لهذه المشكلات. الفن أيضا فن رسالة، فن يعيش في كل الناس ويعيش في الوجدان ويقدم لنا نماذج مصرية مختلفة. يلتقي والفنانة فاطمة حسن. الفنانة فاطمة حسن ممثلة مسرح قومي، حاصلة على جائزة من وزير الثقافة الأستاذ حلمي النمنم عن آخر أعمالها الأخيرة. الأستاذة فاطمة حسن بنقدمها النهاردة في برنامج سينما السياسة، وعايزين نتعرف على أعمالها الفنية الحالية والمستقبلية والسابقة. أهلا بك يا أستاذة فاطمة. أهلا بحضرتك. عايزين نقول فاطمة حسن عملت إيه للفن، قدمت إيه، اشتغلت في إيه، أفكارها الفنية. أنا باختصار شديد بحب الفن من صغري، وعلى الأخص التمثيل. خدت تجارب كتير ودخلت مسرحيات كتير، وآخرها كان المهرجان القومي للمسرح. وكان في برضو عرض ضمن وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة الثقافة. كانوا الاثنين متضامنين في هذا العرض وهم الممولين متهيألي له. الحملة بتاعت ضد المخدرات. طبعا دي حاجة علشان خاطر الشباب توقف عن الإدمان وعن المخدرات وأضرارها طبعا على الشباب طبعا. والناس، وكانت رسالة. لأني زي ما قلت لحضرتك أني أنا مؤمنة جدا برسالة المسرح والفن عموما، وأنا كممثلة عليا أن أنا أقدم ده. يعني نقدر نقول الأدوار السابقة كلها كانت تحت بند الفن رسالة. ما فيش حاجة، ما فيش أدوار مبتذلة، ما فيش أدوار شارع، ما فيش أدوار للدعاية والإعلان، ما فيش أدوار شباك. لا، كلها للإفادة للمجتمع. الرسالة والشباب وكبار. لما كنت في الصعيد مع فرقتي، فرقة إنا القومية المسرحية، كنا بنعمل أفكار عن الطار والمشاكل والصراع القبلي والطائفية. كل ده كانت رسالة للمجتمع والناس والشباب. لما جيت القاهرة عشان أخوض الفن بشكل أكبر وأوسع وأعمق، طبعا مصر أم الفنون. صحيح. إن أنا المفروض إني أنا بلاقي الإعلام في كل مكان، الكاميرات في كل حتة، غير عكس ما احنا نعمل مهرجان أو مسابقة أو مسرحية بتجيلها مثلا قناة أو كاميرا لما تطلبها أنت. مظبوط. أنت كجهة منتجة أو مجموعة الشباب بتطلب إن احنا عندنا نوادي مسرح تيجي كاميرا واحدة، غير هنا. بس الأيام اللي فاتت أنا حلمي اللي أنا لسه متمسكة بيه كان ممكن يتدمر بسبب اللي أنا شفته هنا. حاجات كتير غير شركات الإنتاج. في أهم من شركات الإنتاج. شركات الإنتاج كانت في الحلقة كلها سبب من ضمن الأسباب، لكن هتقولي لنا أنت الأسباب الأخرى. الأسباب الأخرى وجود بعض الناس في الاستغلال في حاجات كتير قوي. منهم أن يبقى الاستغلال على صفحات الفيسبوك، ان يبقى انا ممثله ومعروفه وصفحتي منشوره، بيدخلوا يكلموني طب احنا محتاجين دور كذا في معانا وبتاع. ماشي، طبعا انا واحده عايزه ادوار، عايزه شغل، عايزه تقدمي فنك وعايزه ورق حلو، الناس تشوفني، الشغل يبقى مستمر. طيب لو سمحتي احنا عايزين منك صور. بقدم صور اعمالي. صحيح. ما بقدمش اي صور خاصه. صوري الخاصه بيني وبين اصدقائي بتبقى ليا انا. صحيح. ما بعرضهاش على الفيس. بيطلب مني صور خاصه ليا انا. او فلوس. طب ده ايه علاقه ده بالفن؟ 5000 جنيه عشان ابقى في كام مشهد قدام النجم المعروف. ما هم بيعتمدوا دلوقتي على حته الفيلم التمويلي او المسرحيه التمويليه، هو بيمولها من داخل جيب الممثل او المخرج. مش كده بس. مش كده بس، يعني في حاجات انتاج ذاتي. طب وضح لي ده. يعني انا عندي الامكانيه وعايزه كده وحابه ده، ماشي. يعني في بعض المسرحيات او الافلام القصيره بتدخل مهرجانات، احنا كممثلين مع بعض بنتكاتف مع بعض. ما يجيش واحد يقول لك انا وانا 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 وفي الاخر يقول انتاج ذاتي.
ايه ورشه ب 2000 و 3000 جنيه مش معتمده. اللي هي ورشه اي حاجه. اللي هي ورشه اعداد الممثل والممثله، وما فيهاش اعداد ممثل. ما فيش استفاده يعني. مفيش. في بعض الشباب رجاله بيدفعوا فلوس ويقول لي انا ما خدتش في الورشه غير 3 ايام. ايه اللي اخدته؟ ولا شيء. استفدت ايه؟ ولا شيء. بتلاقيه ما بيعرفش يمثل. ما بيعرفش يقف قدام كاميرا. الموهبه بتاعته بدل ما بتعلى بتنزل. صحيح. انا شفت شباب كده واعرفهم. فيعني ورشه ب 2000 عشان انا اظهر وابان في حاجه في عمل. طب ايه الاستفاده منها؟ مش عارفه بقى. لا ده احنا هنعمل ايه؟ وعندي 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 ومسلسلات وبرامج ومسرحيات. طب احنا هنا ممكن نخرج بفكره ان ليه الشباب اللي بيضحك عليه ده هو اللي نفسه ما حدش يقوده كائد فني ويعمل هو نفسه الشركه دي الانتاج ويشتغل. ما حدش عنده فلوس اصلا. ما حدش عنده. يعني في بعض الشباب بعد ما بيلاقي باب مفتوح له علشان يدخل يلاقي فيه الموهبه بتاعته تتنمى اكتر او تظهر او عمل يظهر موهبته، يقول لك لا طب انا اجيب منين ال1500؟ طب ادفع ازاي؟ صحيح. طيب البنات انت اموره وحلوه تبقى ملكيه خاصه. يا فنانين، المخرج المحترم يقيم الفنانه اللي قدامه على حسب موهبتها. مظبوط. مش على شكلها. مش شكلها. مش انت لابسه ايه، انت عامله ايه. صح. تمام. صح. بيجوا الكليبات، الموديلز. تمام. وسوري يعني كمان بقي المستوى دون خالص. ده يخرج بينا لحوار المسرح القومي فين؟ المسرح ده بقى الطلب بتاعي انا. يعني ده طلبي انا. يخرج بينا من ده كله البيت الفني للمسرح. المسرح القومي اللي كنا بنشوفه. شركات الانتاج اتمنى ان المسؤولين عن شؤون الممثلين يتعبوا شويه. اتمنى ان هم يجتهدوا شويه. مفيش كل واحد يبقى عارف واحده يجيبها في ايده ويدخلها الواسطه اللوكيشن. اذا اصبحت واسطه في الفن. اللوكيشن على طول حضرتك. احنا بنتفرج على سخافات على الفيس. احنا بلا موهبه بلا وجدان وتدخل تعمل لوكيشن. دلوقتي اي واحده اموره وجميله قوي ب 4000 جنيه بسم الله ما شاء الله تبقى تنافس نجاة الصغيره. على القنوات اللي قنوات بقى كتير. الكل عارفها. صحيح. صحيح. ده مين اللي مسؤول عنه؟ طيب مسؤوليه انا كممثله الاقي دوري فين وسط الناس دي؟ صحيح. مسؤوليه البيت الفني للمسرح القومي بتروح على مين؟ وزير الثقافه ولا المسؤول عن المسرح؟ المفروض انا بحمل الكل المسؤوليه بصراحه. انا لو هوجه رساله هوجهها للكل. الناس دي المفروض تنزل تشوف اولادك اللي محتاجين رعايه، اللي عندهم موهبه حقيقيه. كان في البيت الفني مسرح الفلاحين وفرقه الفلاحين وفرقه الفنون الشعبيه وفرقه اين ده النهارده؟ فين ده فين؟ احنا كمان كفنانين انا من الناس اللي بدور على ده. فين؟ انا اللي بدور على ده. بلاقيها كلها فرق خاصه. القليله اللي هي بتقدم فن كويس مع الاسف مش بيتشاف برضو كويس. صح. تلاقي الماده جيده، لا ده مش مهم. زي لما تطلع مثلا واحد كده زي الفنان العظيم هاني شاكر. لو لقيت واحد صوته زيه بيقول كلمه وجاد، غير لما يطلع واحد يعمل لك مهرجان. مظبوط. تلاقي بتاع المهرجان مشهور اكتر من اللي زي هاني شاكر. ما هو عشان ما فيش البديل الجيد قدامه، ما فيش الا هو ده. فنتمنى ان يكون في حاجه جميله. وانا بشكر جدا برنامج سينما السياسه. أشكرك. لانه معانا في كل خطوه وبيهتم بينا دايما ومعانا في كل مناسبه. ويا رب ما يحرمناش منكم. الله يخليك. طيب عايزك توجهي اي كلمه اخيره لزملائك، للدوله، للممثلين. زملائي احب اقول لهم كلمتين. مفيش فنان بيدفع فلوس لحد طالما في انتاج محترم، في مخرج محترم، في موهبه جاده. لو انت مؤمن بالموهبه بتاعتك ما تدفعش. مش هتدي حد فلوس. صح. لو انت مؤمنه بالموهبه بتاعتك مش هتفرطي في اي حاجه، لا صوره ولا شكلك ولا وضعك ولا اي حاجه تبقى عزيزه عليك. اشكرك يا استاذه فاطمه واتمنى لك النجاح والتوفيق دايما في ادوار هادفه، ادوار جيده، ادوار تنمي وجدان الشعب المصري. يا رب اتمنى اني انا اكمل الرساله بتاعتي وانا لسه ما يئستش ومصره على اني انا اوصل لحلمي. اتمنى ده. شفنا اخلاق الشعب المصري راحت فين؟
كان زمان لما اتعمل لنا رد قلبي الناس كلها خدت هذا الفيلم. كان زمان لما اتعمل لنا كلمة شرف الناس عاش معاها كلمة الشرف. كان زمان لما اتعمل لنا أفلام للوطنية وللقوات المسلحة وحبا لها عاش ده في وجدان الشعب المصري. عايزين نشوف الفترة الجاية فنانين يقدمون لنا أفكار جيدة ويبتعد الخبيث عن هذا المجال، لأن من أخطر المجالات اللي الشعب بيقلدها. وأشكركم أعزائي مشاهدي برنامج سينما السياسة. السادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامج سينما السياسة. النهاردة احنا بنقدم ناس يعني معنا الأستاذ المعروف السيناريست الشهير الأستاذ أحمد التبعي، مكتشف النجوم، وليه أعمال وبيحاول يساعد الشباب وبيسعى جاهدا. أنا لاحظت ليه فيه إن هو الراجل حتى بيدفع من جيبه مخصوص عشان يجيب الناس ويقدمهم ويعمل شغل جميل، وهو طبعا هيعرف عن نفسه في شغله. برحب بالأستاذ الجميل الفنان الرائع اللي عنده فرقته هنا الجميلة اللي أنا شفتها، الأستاذ رائد محمود. أهلا بك يا أستاذ رائد. أهلا بك يا فندم. أستاذ أحمد تبعي. أهلا بكم. الأستاذ أحمد التبعي السلسلة بتاعته تاريخها معروف، عيلة التبعي، من الناس اللي هم أسسوا صناعة السينما في مصر، وهو استكمالا للأسرة بيعمل حاجات جميلة واحنا بنرحب بيه. وعايزين نعرف من حضرتك ايه اللي انت يعني بتقدمه او بتحاول تساعد الشباب ازاي، او بتفكر في ايه، وايه الأعمال اللي حضرتك هتعملها، وايه المعوقات اللي واقفة قدامك. هو بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا بشكر قناة نهر العاصمة، قناة مميزة، وإن شاء الله هيكون شغل عالي جدا، وباذن الله كل الناس بتشيد بيكم من قبل ما تبداوا كمان. اسره عمل هايله، وانا بحييكم وفرحان جدا ان انا معاكم. اولا انا بمد ايدي العون لكل الشباب. في مشكله حاصله في البلد، الفرص بقت تكاد تكون مضمحله، مفيش تقريبا فرص. معظم الشباب مش عارفه توصل. بقى في طريقتين والاثنين اوحش من بعض. الماديات اتحكمت قوي 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 قوي. تمام. وبالنسبه للبنات بقى في حاجات كتير مش طيبه ومش كويسه ومش ظريف نتكلم عنها. المنتجين تقريبا والله اعلم 90% منهم بقوا نصابين. اللي جاري دلوقتي حضرتك كل واحد معاه قرشين يروح يفتح مكتب انتاج، وفي الاخر تقول له طب حضرتك بتنتج ايه؟ يقول لك انا بدور على منتج. طب ما حضرتك فاتح مكتب انتاج لايه؟ يقول لك لا ده انتاج عشان اجيب منتج. فالموضوع بقى صعب جدا جدا جدا. انا بسافر كفر الشيخ، بسافر دمياط، بسافر المنصوره، اي حته بحس ان فيها موهبه بروح اجيبها حتى لو هصرف عليها. بعمل اعمال على قدي من انتاجي، مش هقول فيها مهرجانات قوي او مش فيها اسراف ببذخ، لان الموضوع بقى صعب جدا. وشغل ازاي ادفع فلوس عشان اخد دور، وازاي استعمل حاجه معينه بخصوص البنات عشان اوصل للدور ده. نفس الكلام اللي قاله الاستاذ احمد. كل حوالي 3/4 او 90% من الوسط الفني اللي موجود دلوقتي شركه انتاج بتعمل سجل تجاري، بطاقه ضريبيه، وأما اشوف منتج اشوف حد يمولني بفلوس. تمام. مفيش الكلام ده نهائي، بيعتمد على فلوس الاستمارات اللي الكاستنج بيعملها. الشاب بيدفع كذا عشان يعمل كاستنج، وطبعا دي حاجه مش محببه نهائي، وحاجه سوقت سمعه الوسط الفني المفروض ان احنا فيه. طب انت بصفتك انك عندك فرقه، وانا عارف ان فرقتك فرقه جميله، شباب كلهم موهوبين جمال جدا. احنا فكرتنا ان احنا بنحاول نجيب الشباب والفنانين والموهوبين والرموز الجميله امثال الاستاذ احمد التبعي، بنقدمهم في البرامج. بنقول ان الناس دي بتقف جنب الشباب، والناس دي عايزه تعمل حاجه. انت توجه للمسؤولين رساله تقول لهم ايه؟ يا ريت يبقى في تقنين للتراخيص والتصاريح اللي بتطلع لشركات الانتاج، يبقى في رقابه اكتر من كده، يتابعوا السجل التجاري والملف الضريبي، ما يطلعش وشكرا على كده، لا، في متابعه دوريه على الترخيص اللي بيطلع. هل في نشاط شغال؟ مفيش نشاط شغال. صيغه العقد للموهوب بروح يكتبوا ايه؟ ما يبقاش عقد اسد طبعا زي ما حضرتك فاهم. أيوة. يعني ايه عقد اسد؟ كل البنود بتاعته بتنص لشركه الانتاج، مش بتنص للموهوب اللي جاي كده. تمام. استاذ احمد التبعي، رساله بتوجهها
تحب توجه رساله لمين؟ والله انا بقول معلش هي رساله يمكن تكون غريبه شويه، بس هي شرط الاطر مش كبير، لكن انا بقول لكل اللي مش موهوبين، مش الموهوبين، لا اللي مش موهوبين، يا ريت ما تزحموش الناس، لان انا النهارده بقابل 200 بيدعوا انهم فنانين كبار وانهم الفرصه ما جات لهمش، باخده عشان يقول 3 كلمات عاديه جدا، بلاقيه بتصدم فيه طبعا، اصلا ما بيعرفش يتكلم في اللايف او في الحياه العاديه، فطبعا ده بيضيع وقت كتير جدا على ما نقدر نوصل لواحد عنده موهبه. بنقابل 100 واحد، ده صعب قوي. لا الميديا مش كده خالص، الميديا لو الموهوب بس اللي بدأ يسعى والموهوب بس هو اللي اتحرك، هيوفر علينا وقت ومعاناه كتير وفلوس ومجهود واكتر من كده. استاذ احمد التبعي، احنا بنشكرك، وانت وجهت رساله للشباب قلت لهم بمضمون الكلام، يعني اللي ما عندوش موهبه يا ريت يوفر عشان ندي مساحه لغيره. وبرضو من خلال كلامك انك انت بتقول ابعدوا عن شركات النصب والاحتيال، زي برضو ما قال الفنان الجميل رائد. انا بشكر حضراتكم بجد، انتوا نورتوني. استاذ احمد انا سعيد بلقائك ولقاء عائله التبعي وجذورها الجميله اللي هم اساس السينما المصريه. اشكرك وبشكر قناه نهر العاصمه، وانا فرحان جدا انكم اتحتوا لي ان اكون من اوائل الحضور لقناه نهر العاصمه. شكرا لك يا فندم. شكرا استاذ وائل، شرفتونا في قناه نهر العاصمه وبرنامج سينما السياسه. كل المليحة بالخمار الأسود ماذا فعلت بناسك المتعبد؟ كل المليحة كل المليحة بالخمار الأسود ماذا فعلت بناسك المتعبد؟ كل المليحة ماذا فعلت؟ ماذا فعلت بناسك متعبدين؟ قد كان شمر قد كان شمر بناس المسجد. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، خليني اقول الالحان تتمايل لها السمعين وترفرف لها الغصان النرجس مع الياسمين، وتسافر لها ركبان طويل البوادي ضايع شوي 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 شوي. غني لي غني وخد عيني، لا اغني واقول للطير من بدر صباح الخير، لا اغني واقول للطير من بدر صباح الخير، والانس مع الخضير ويايا يرد علي شوي 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 شوي. غني لي غني وخد عيني. مضناك جفاه مرقده
وبكاه ورحم عوده مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده حيران القلب معذبه مكروح الجفن مساهده يستهوي الورق تأوه ويذيب الصخر تناهده يستهوي الورق تأوه ويذيب الصخر تناهده ويناجي النجم ويتعبه ويقيم الليل ويقعده الحسن حالفت بيوسفه والصورة أنك مفرده وتمنت كل مقطعة يدها لو تبعث تشهده جحدت عيناك ذكي دمي أكذلك خدك أكحده قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهده بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واش يفسده ما بال العازل يفتح لي باب السلوان ويوصده ويقول تكاد تجن به فأقول وأوشك